السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرى اليوم المنتخب المغربي النسوي لفوتسال داخل القاعة مع نظيره المنتخب النسوي الأنغولي مقابلة نصف النهائي اللي هي برسم إقصائيات كأس أفريقيا للأمم اللي كتقام عندنا هنا في المغرب، يعني منذ هاد الأسابيع، يعني كان منذ واحد الأسبوع هي كتقام هاد الإقصائيات. وهاد المقابلة ديال اليوم اللي جرات بين المنتخب النسوي المغربي ضد المنتخب النسوي الأنغولي هي مقابلة نصف النهاية المؤدية إلى النهاية إن شاء الله، اللي هو يعني المنتخب ديالنا انتصر في هاد المقابلة بعد ما كان في الشوط الأول تعادل إصابة لمثلها، وكان المنتخب ديالنا هو سباق الإصابة، ومن بعد جات التعادل من طرف الفريق الأنغولي. وفي الشوط الثاني يعني قام يعني المنتخب النسوي ديالنا المغربي قام ببعض المجهودات وبعض يعني خدا بعض التعليمات من السيد المدير التقني والمدرب السيدي اللي كنشكرو لأنه كنحييه بحرارة، لأنه كان عودنا على المنتخب ديال المنتخب الأول ديال الذكور اللي كان تقى في كأس العالم، وعلى دابا كنشوفو مع المنتخب النسوي اللي هي كانت هادي أول نسخة بالنسبة لكأس أفريقيا للأمم اللي تقامت عندنا هنا في المغرب، اللي كانت هذه النسخة الأولى. وبالنسبة لهاد المنتخب النسوي يعني تجمعوا في واحد فيما بينهم، ويعني وسبحان الله العظيم يعني في واحد الظرف اللي هو يعني ظرف كان يعني بعض مقابل حبية وداك الشيء، ويعني وبانوا في هاد الإقصائيات تيبان لي يعني أن عندهم واحد المستوى مزيان، كيبقاو غادي على هاد الطريقة هادي وعلى هاد النهج إن شاء الله. وكنطلب الله سبحانه عز وجل يحفظهم من الأعطاب، هادشي كنطلبها الله يحفظهم من الأبطال ويبقاو ديما فواحد الصحة جيدة، ويمشيو على حسب التعليمات ديال هاد المدير التقني السيدي اللي هو عنده خبرة في هاد بالنسبة كرة القدم اللي كتقام داخل قاعة الفوتسال، يعني عنده خبرة، هو واخد يعني خبرة عالمية مع الفرق اللي هما كانوا فرق عالمية وداك الشيء. وكنتمنى للفريق إن شاء الله يمشي في هاد التظاهر، ونتمنوا ليه الانتصار في هاد الكأس اللي غادي يعطيهم واحد الشحنة، يعني واحد الشحنة إن شاء الله باش غادي يمشيو يحاولوا باش غادي يشاركوا يعني في إقصائية كأس العالم اللي غتقام مع في الفلبين، وما عرفتش ما عقلتش على الاسم هذا. المهم يعني بالنسبة لآسيا وداك الشيء، وكنتمنوا إن شاء الله يعني يمشيو بواحد الروح قتالية ويقوموا كل مقابلة يعطوها حقها، ونطلبوا الله إن شاء الله تكون هاد الخبرة ديال هاد السي ديالك إن شاء الله تزيد تعطيهم واحد الشحنة، وإن شاء الله يمشيو يشرفوا المغرب ويشرفوا وجه المغرب إن شاء الله المغاربة. وأنا كنحيي هاد المنتخب ديالنا من الحارسة، يعني من الحارس ديال المنتخب النسوي ديالنا حتى يعني حتى الهجوم، يعني كانوا عندهم واحد التفاهم بعضياتهم في اللعب وداك الشيء، وكان عندهم واحد بعض الفرديات، يعني مهارات فردية بين هاد اللعابة هادي، واللي خلاهم يعني كيفاش يتحكموا في الكرة قدام الحارس وداك الشيء. وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، التوفيق إن شاء الله. وأنا كنقول بعض وسائل الإعلام اللي ما عطاش حقها لهاد التظاهرة هادي، يعني للأسف ما عطاش واحد التظاهرة، يعني واحد العدد أنا ما كانش في راسي، يعني هاد الإقصائيات ديال كأس أفريقيا للأمم النسوي اللي غتقام عندنا هنا ما كانش في بالي، حتى قالوا لي واحد السيد قال لي راه كاين منتخب نسوي راه ربح الكاميرون وربح نيمابيا، ويعني وراه غادي في الإقصائية مزيان. وشفت بعض اللقطات يعني أثروا عليا عجبوني الصراحة هادي، يعني كيتفاهموا بعضياتهم، وتنتمناهم يكون احتكاك مع هاد المقابلات هادي، فهاد التظاهر يكون واحد الاحتكاك تعطيهم واحد المعنوية أخرى، ويزيدوا إن شاء الله قدام، ويكون واحد الفريق متكامل إن شاء الله تحت قيادة هاد السي دقيق المدير التقني ومساعدة أخي حسن. كنطلبوا الله إن شاء الله نشوف هاد الفريق نسوي مزيان يعني، ويكون يعني هاد الفريق تحت يعني يتبعوا هاد الخطة ديال هاد المدرب هذا اللي هو عنده خبرة بالنسبة لكأس العالم وهاد الشيء. وراكم شفتوا يعني كيفاش كان تبارك الله الفريق ديالو في كأس العالم كيفاش كان
كيضاعف فروق كبيرة يعني في أوروبيا وداك الشيء، وكنتمنوا إن شاء الله خير هذا المنتخب النسوي، لأن كنشوف فيه الخير إن شاء الله، ويعني الحمد لله وكنشكرهم جميع هاد اللعابات اللي هما ضاربوا واحد المستوى يعني مستوى كبير الحمد لله. وكان بالنسبة لهاد رئيس الجامعة يعني السي قجعني زاد وعطاهم واحد دفعة قوية، عطاهم واحد يعني زرع فيهم واحد الروح، يعني بالنسبة لي كان مشى عندهم مسعود عن الملابس وقع عليهم بعض الكلمات، ويعني وشجعهم وزادهم زعما كان الحضور ديالو حضور واجب في هاد المقابلة اللي تقابلت اليوم، اللي خلات يعني اللاعبات اللبؤات الأطلس يعني لاعبات المغرب إن شاء الله الحمد لله اللي ما كيتخلاوش وعندهم واحد الروح قتالية، ومشاو يعني الحمد لله في الشوط الثاني راكم شفتوا يعني سجلوا 4 إصابات الحمد لله، وخرج المنتخب ديالنا منتصر على أنغولا 5 إصابات لواحدة، وهذا الشيء كيشرف كرة القدم ديالنا اللي خدنا قاعة بالنسبة للرجال وبالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث، وكنتمنوا هذا الانتصار إن شاء الله نهديو لجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، وعلى رئاسة الرياضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس الله يطول لينا عمرو، والله يشافيه ويعافيه إن شاء الله، ربي كل ولي منصرا معينا، يا ربي أري الحق حقا وارزقوا اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقوا اجتنابه، واحفظوا في ولي عليه الأمير مولاي حسن، وفي سلم أخي الشقيق المولاي رشيد، وعلى جميع أسرته وشعبه، إنك ولي ذلك قادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وديما المغرب الحمد لله.